وزير الشؤون البرلمانية كان مع نشأة الديهي وبيقول إن قانون الإيجار القديم أقل حاجة تبقى 1000 جنيه و15%، يعني والمدة 5 سنين. يعني طيب حضرته عارف المعاشات بتاعت الناس كام ولا ما عندوش فكرة؟ ولا وبعدين بيقول لك إيه إذا ما خدناش القانون ما اتعملش العقد يكون مفسوخ من نفسه. مين اللي قال الكلام ده؟ العقد ما بيتفسخش غير في المحكمة. وبعدين اتفسخ من نفسه، يعني انت بتدي اشارة يعني للناس اللي هم الملاك ان بعد لما ما يكروش القانون يروحوا يطردوا السكان بقى ويمسكوا ببعض. بعدين انت بتقول ان ده قانون استثنائي، طب ما احنا في وضع استثنائي لما انتوا جايبين 3 دول قاعدين عندنا في مصر اللي حضرتك بتقول عليهم اللاجئين، وقعدت مع مسؤولة المفوضية وقلت لها احنا مفيش فلوس في المفوضية، احنا هنشوف هنستخدم القانون بتاعنا، القانون الوطني اللي هو مش عارفة هنعمل ايه، يعني هتعملوا لهم قوانين عشان يقعدوا. وبعدين هم يعني قاعدين تشوفوا لهم تخريجة يعني عشان القعاد بتاعتهم، على الرغم ان كل الناس مشيتهم. يعني من ضمن بقى الكلام اللي على المواطن المصري ان هو برضو الملك يمشيه. بعدين بيقول ان في 15,000 وحدة سكنية بيعلنوا عنها وبيبشر الناس على اساس حضرتك هتديها لهم ببلاش. هتديها لهم وقتي، يعني هيقول لك هات الوحدات، هيروح مديهم المفتاح قبل ما يطلع من شقته، ولا هيطلع من شقته بعفش في الشارع، وبعدين انتوا هتديهم اولويه. وبعدين اولويه بكام بقى؟ هتديها لهم ببلاش لما يبقى الافات اساسا. والناس اللي عايشه في الايجار القديم دي معظمهم الناس كبار وكبار سن وكده. بعدين ما ده وضع استثنائي، لما تبقى جايب لاجئين بالاعداد دي احنا في وضع استثنائي مش في وضع عادي، لان مفيش حد دولة عادية حاطة الملايين دي عندها، اللي احنا فخورين وفرحانين بيهم. وكل شوية نقول ان احنا عندنا لاجئين ومش قاعدينهم في خيام، واحنا المصريين بقى اللي هي تخرج من بيوتها تقعد في الخيام بقى، لان مفيش حد معاه الالافات اللي هيدفعها لكم عشان الشقق اللي هيستلمها بعد 3 سنين، شقق الاسكان. يعني يعني كفايه بقى يعني يعني وانتوا انا بربط ده بالخبر اللي هو ان الدوله عايزه 18 مليار من الضريبه العقاريه في سنه 25 26. ده بقى على حساب المواطن. طب ما انت هتصرف قد كده برضو عشان تلم اللي هيحصل نتيجه دوت. ما احنا شفنا في الثورات اللي فاتت دي حصل ايه، الدوله خسرت قد ايه واتبهدلت قد ايه. يعني ليه بندفع للناس لان هي تقعد في الشارع يعني؟ ما هو لما ملوش بيت هيقعد لك في الشارع، هيروح فين يعني؟ وبعدين مش معقولة نفس نغمة الحكومة هي نغمة الملاك. احنا عارفين طبعا ان الناس البهوات بتوع اللي في الاماكن، يعني دول ناس بهوات معاهم فلوس يعني، فبيتكلموا من منطلق ايه يعني 1000 جنيه؟ ايه يعني 1000 جنيه في الايجار؟ هي ايه يعني؟ لما حضرتك تكون بقى سويت بقى المعاشات وسويت الاجور، وبياخدوا بقى بال10,000 جنيه مثلا ولا 20,000 جنيه، فساعتها بالنسبة لهم ايه ال1000 جنيه؟ مش مشكلة، مش قضية يعني. لكن ما تبقاش انت بتديله 3000 جنيه واحد بيعول أسرة، وبعدين تقول لي ايه يعني 1000 جنيه؟ فيا ريت نتكلم من أرض الواقع، مش من أرصدتكم انتوا أو من كلامكم انتوا أو من مستواكم انتوا.